ازيك يا بهججة؟ النهاردة معادنا مع الحلقة التانية في سلسلة حافة الهوية، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن سقوط الدول والإمبراطوريات. ومش بنتكلم عن لحظة السقوط، بنتكلم عن الفترة اللي كانت فيها الدولة أو الإمبراطورية عند حافة الهوية. النهاردة معادنا مع سقوط روما العظيمة، واحدة من أكبر وأعظم الإمبراطوريات على مر التاريخ. على مر التاريخ الإنساني كله كانوا بيقولوا كل الطرق تؤدي إلى روما، وده عشان كل ممرات التجارة وخطوط السفن وحركة الجيوش كانت دايما عبر روما. المرحلة الأولى اللي بيسميها المؤرخين أزمة القرن الثالث، ودي كانت من سنة 235 إلى سنة 284 ميلادية. وفي ال50 سنة دول تعاقب على الحكم في روما 20 إمبراطور. وبعد الفترة دي ولحد تاريخ السقوط سنة 486 ميلادية أغلب الأباطرة كان بيتم عزلهم أو قتلهم أو تسميمهم بإيد القادة العسكرية. وده معناه الدولة لم تعد تحكم الجيش، بل الجيش صار هو من يحكم الدولة. ثانيا الأزمة الاقتصادية، وده كان تاني سبب في السقوط، وده سبب مشترك في سقوط أغلب الإمبراطوريات. وهنا محتاجين نقف عند بعض المفاهيم، لأن الاقتصاد مش مجرد أرقام، الاقتصاد بنية هيكلية. واقتصاد روما كان مبني على التوسع العسكري، الغزو، وغزو يعني غنايم ويعني عبيد ويعني ضرائب من مقاطعات جديدة. لكن ابتداء من القرن الثاني الميلادي توقف التوسع العسكري، وتحول الجيش من أداة توسع إلى أداة دفاع وتقريبا أداة حكم. وبالتالي لم تعد هناك غنايم تكفي لتمويل العبء الإمبراطوري. وبعدين دخلت روما في مكان بيسمى أزمة القرن الثالث. إيه الأزمة دي؟ تعاقب عشرات الأباطرة على الحكم، كل إمبراطور مهتم بكيفية شراء ولاء الجيش بزيادة المخصصات والإنفاق العسكري. الحل الأسهل كان سك عملة أكتر. العملة الأساسية كانت الدينار الفضي. بدأت نسبة الفضة في الدينار تقل تدريجيا حتى صارت نسبة تقريبا شبه معدومة. النتيجة كانت إيه؟ تضخم جامح، فقدان الثقة في العملة، الناس بدأوا يتعاملوا بالمقايضة. ودي كانت واحدة من أوائل حالات التضخم المفرط في التاريخ، الهايبر انفليشن. في الفترة دي الملكة زنوبيا ملكة تدمر، وهي جزء من الإمبراطورية الرومانية، قادت تمرد ضد العاصمة الإمبراطورية عشان توسع نفوذها في مصر والشام وأجزاء من آسيا الصغرى. زنوبيا يعني مش هي اللي أضعفت روما، لكن روما الضعيفة هي اللي سمحت بظهور زنوبيا. زنوبيا سيطرت على مصر، يعني على مخزن سلة الحبوب في الإمبراطورية الرومانية كلها، ويعني طرق التجارة المهمة في اتجاه الشرق من العاصمة الإمبراطورية. ورغم أن الإمبراطور أورليان استطاع تجميع الجيش وهزيمة زنوبيا، إلا أن زنوبيا كانت مثال صارخ لما يحدث في الأطراف لما بتضعف السلطة المركزية في الإمبراطورية. تدمر كانت كأمثلة كثيرة عبر التاريخ، زي الأندلس مع الخلافة الإسلامية، زي الجمهوريات السوفيتية مع موسكو، وحتى طلائع جيش المغول مع مركز العاصمة في كاراكوم في منغوليا. طيب نرجع للاقتصاد. الضرائب الخانقة مع تراجع قيمة العملة وارتفاع الإنفاق العسكري رفعت الدولة الضرائب بشدة. أصبح الفلاحين بيدفعوا ضرائب ثابتة حتى في سنوات المحاصيل السيئة. كتير منهم هربوا وسابوا أراضيهم. ما هو أنا هدفع ليه ضرائب أو هشتغل ليه في الأرض إذا كانت الحصيلة كلها هتتم دفعها في شكل ضرائب؟ فتركوا الأرض. حصل تضخم في الإمبراطورية. روما أصبحت دولة كبيرة ولكنها مترهلة ولا تستطيع تغطية نفقاتها. الحاجة اللي بعد كده أو السبب التالي في أسباب سقوط روما هو انهيار التجارة، وإحنا لسه ما زلنا بنتكلم في الجزء الاقتصادي. في انهيار التجارة حصلت اضطرابات داخلية وانقلابات عسكرية متتالية. غارات من القبائل الجرمانية على حدود الإمبراطورية. القبائل الجرمانية كانت في الشمال وكانت في الغرب. حصل تفكك في طرق التجارة وأصبح طرق التجارة غير آمنة. الاقتصاد عاد ليصبح محليا بعد ما كان اقتصاد دولي أو اقتصاد إمبراطوري. كمان انقسام الشرق والغرب، وده كان سبب مهم جدا في سقوط الإمبراطورية. لما توفى ثيودوسيوس الأول انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى شرق وغرب، وده سنة 395. الشرق كان أغنى ومدنه مزدهرة، مدنه هي بيزنطة، أنطاكيا، الأسكندرية، وعنده تجارة نشطة مع آسيا. إنما الغرب زراعي أكتر ولكنه أقل في الموارد وأقل في الكثافة السكانية. عشان كده القبائل الجرمانية كانت بتهاجم الإمبراطورية من ناحية الغرب. الاعتماد كمان على المرتزقة في الجيش
انخفاض رغبة المواطنين في الالتحاق بالخدمة العسكرية خلى روما تعتمد على المرتزقة، وبالتدريج قادة الجيش أنفسهم أصبحوا من أصول غير رومانية. وفي النهاية القائد الجرماني أودوكواكر عزل آخر الأباطرة الرومان سنة 476 ميلادية عشان تعلن سقوط الإمبراطورية اللي كانت ساقطة من قبلها طوال الفترة اللي كانت موجودة فيها عند حافة الهوية. روما لم تسقط فجأة، بل أصبحت غير قادرة على تمويل نفسها. السبب التالي كان، وده مهم قوي، كان التغير في التركيبة الديموغرافية. يعني بتكلم عن السكان، انخفاض معدل المواليد بين الطبقات الرومانية التقليدية مقابل ارتفاع عدد المواليد بين قبائل الجرمان اللي دخلوا وعاشوا داخل الأراضي الرومانية، وده خلاهم تحولوا من مهاجرين إلى طبقة متماسكة داخل المجتمع، ومنها عدد كبير جوه الجيش الروماني نفسه، كانوا ضباط وجنود جوه الجيش الروماني. فلم تعد الإمبراطورية رومانية بالمعنى العرقي والثقافي القديم. وهنا المشكلة، الانتماء أصبح للعشيرة أو للمدينة أو للقائد المحلي، وليس للدولة أو الإمبراطورية. ففقد الناس معنى الوعاء الجامع، معنى الوطن. وده طبعا فضلا عن أن القائمين على الحكم وسعوا الانطباع ده أو رسخوا الانطباع ده من خلال التوسع في فرض الضرائب. فبقت الإمبراطورية أو الدولة المركزية مصدر جباية وليس مصدر حماية. العامل اللي بعد كده في السقوط الإمبراطوري كان عامل الزمن والإرهاق الإمبراطوري. الإمبراطوريات بتمر بدورات: توسع، ذروة، تثبيت، إرهاق، ثم تفكك واضمحلال. روما حكمت مساحة هائلة لقرون طويلة. تكلفة الحفاظ على هذا الاتساع مع الزمن أصبحت أعلى من قدرة الدولة على تحمله. المؤرخ الشهير إدوارد جيبون في كتابه تاريخ اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية بيقول إن انتشار المسيحية أضعف الروح القتالية عند الرومان. روما كانت قائمة بالأساس على التوسع والحروب والضم. المسيحية جاءت بالتسامح حتى مع الأعداء، ونبذ فكرة الحروب غير المبررة والاعتداء. لكن مؤرخين آخرين بيقولوا إن الفكرة دي مش حقيقية، لأن الإمبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها بيزنطة اللي بعد كده بقت القسطنطينية وبقت اسطنبول وبقت الأستانة وبقت دلوقتي اسطنبول، استمرت بعد سقوط روما 1000 عام لحد ما سقطت على إيد محمد الفاتح السلطان العثماني الشهير اللي كلنا درسناه في ابتدائي وإعدادي وثانوي سنة 1453 لما تمكن من فتح القسطنطينية. في النهاية دراسة سقوط الإمبراطورية الرومانية هيخلينا نشوف تقريبا مثال حي لكل الأزمات اللي ممكن تسقط دولة أو تضعها عند حافة الهوية: أزمة شرعية، أزمة هوية، أزمة عسكرية، أزمة ديموغرافية، أزمة إدارية، وأزمة اقتصادية. الإمبراطورية لا تسقط عندما يدق العدو الباب، بل في الأغلب بتكون خلاص وضعت نفسها عند حافة الهوية. عشان كده العدو بيجد إنه قد حان الوقت لطرق الأبواب. احنا خلصنا بهججة، مستني تقولي رأيك في التعليقات. أشوفك في الحلقة اللي جاية مع حكاية سقوط مختلفة جدا، وهي سقوط روسيا القيصرية. سلام يا بهججة.